أنا هاتكلم بقى بصراحة، مش قادر أكون مساعدينك مصري وأجنبي. مصيبة لمّا تكون أنت مدرب أصلًا موفّق، تصدق إن فيريرا ده مدرب موفّق؟ ونجح لي الأول في الابتدائية والإعدادية إن أنا أمسك الكورة وأعمل. باقول لك إيه، الكورة بتاعة ناصر ماهر دي أسهل من ضربة الجزاء. يا باشا ده جريزمان حطها في الريال كده، أمّا وبلاش لإن حوار الفلوس ده، أنا زهقت منه. ما حدش يقول لي مدرب رخيص وبتاع، زهقت من الحوار ده. صرافة أخوانا. أنا شايف إن كده كويس أوي، فاوز. ويخرب بيت الكورة ويخرب بيت سنينها. صعب أوي أقول لك مساء الخير عليكم النهارده، يعني هو أحد المساءات بشكل عام من خطين حمر، لأن رصيد الصبر نفذ في رأيي، ورصيد الستر نفذ. ليه رصيد الستر نفذ؟ عشان خاطر كل حاجة تتفارط بالنسبة لك إن أنت ممكن تفوز بالمباراة دي وما كسبتهاش. مدرب جاله أفضلية نفسية قبل الماتش، أفضلية نتيجية خلال الماتش، أداء جيد خلال الماتش في البداية أو على الأقل حتى تسجيل نتيجة، حكم عادل، وتغيرات في يعني فار بينصفك في أكتر من لقطة، ومع ذلك خرجت خسران. عارف أنا كان واصلني إحساس في الكورة الأخيرة بتاع عمرو نصر اللي هي جات في العارضة دي، إمم. إن هي ما جاتش عشان الراجل ده ما يستحقش إن هو يطلع من ماتش يلعبه أداره بالطريقة دي، بإن هو يعني ينتشل يعني اللقطة اللي تخلّيه مستور، فاهم؟ لأ، يعني هو كتير أهلي كان ممكن بيتعاملوا معاه إن هو ما يستحقش، بس في اللقطة دي ما حسيتش اللي هو ليه بقى مش جاية معانا وعارفة أنتِ لأن بتساعديني، أنت لأ. كان عندك رصيد من الغضب على إدارة يانيك فيريرا للقاء، بس مش اللي هو مش لأ، عادي كنت لو دخلت يا ريت. هافرح طبعًا، يعني يعني أنا باشرح لك أقصد كان التبرير يعني أنا التفسير عندي إن الراجل ده ما يستحقش اللقطة دي. النهارده زي ما أنت قُلت كده، بس هي البداية في رأيي أنا تراكمية شوية. إمم. بالضبط. التراكمية جات منين؟ مباراة الجونة نفسها كانت هتدّيك، عارف أنت لو أنت فايز على الجونة واتقدمت النهارده مثلًا، كان هيحط ضغوط أكبر بكتير على المنافس، إحساسه إنه إيه، يا نهار أبيض الدنيا بتتهد من حواليه، إنما أنت في الجونة استهترت. فكرة اختياره لقايمة المباراة، أنا دايمًا باشوف اختياراته لقايمة المباراة فيها مشكلة رجعتِك خطوتين لورا يعني. من فترة كمان. يعني إيه تروح حاطط ناصر منسي وعمرو ناصر على الدكة، أنا علّقت عليها كتير، ما الاتنين شبه بعض، شبه عُدي، أمّا طبعًا عُدي أفضل. آآ بس ومعاك محمد شريف، طب أنت أمّا بتختار ما بينهم، ما تحط المهاجم الوحيد المختلف اللي عندك سيف الجزيري اللي مش شبه دول. النهارده والنتيجة 1-0 وعُدي الدباغ مصاب، كان أفضل اختيار لو أنت هتلعب بالشكل اللي أنت هتكمّل بيه كده، كنت تزُق سيف الجزيري عشان الكرة الطويلة اللي أنت بشعلقها دي كان يبقى لها قيمة، حد بيجري سريع ورا دفاع الأهلي، إمم. ما كانش ضغطك بالكلام ده. أنت كان ممكن يا أخي الجبهة اليمين اللي هي بهدلتك في الشوط التاني ده، كنت تميّل سيف الجزيري وتلعب الطويل كلّه كده. ما تلعبش الطويل في قلب الملعب، إمم. تروح رامي سيف الجزيري ناحية أقصى الشمال واقعد ارمي له في زي الطويل ماتش السيراميكا. مثلًا. هتخلّي هتجبر هاني إنه يرجع، إمم. لإن بقى في مشكلة هنا للاعب سريع، مش سيف الجزيري بس. إحنا على فكرة انتقدنا شيكو بنزا جدًا، جدًا، بس برضه من ضمن الأوراق. يعني أنت غضبان من اللاعب، مش معناه إن اللاعب ده ما يبقاش موجود معاك خالص، في درجات كده، أساسي، احتياطي، خاصةً يعني إن تكوين الsquad مش لازم يبقى يعني بيسمح لك إن دي الأوراق اللي معاك. ممكن تيجي في يناير وتقول أنا مش عايزه خالص وتمشّي وتجيب، إنما طول ما توصل للنقطة استخدم الأوراق اللي معاك على أفضل ما يكون، عشان تعرف حتى أمّا تحب الجيم ما يبقاش ماشي زي ما أنت عايز، تحاول تغيّر فيه. والنقطة بقى اللي موّتتني، أنت بتقعد مستني إيه؟ يعني نازل الشوط مش التاني، ممكن، مش ممكن. يعني أنا أقول لك الناس كلّها قاعدة شايفاك متراجع، متراجع، متراجع. طيب اعمل حاجة من الاتنين، يا تدافع وتقول أنا هالعب بقى زي ما علاء عبد العال بيلعب، أنت فاهم؟ ونزّل لي كان تغييرة واحدة تروح منزّل لي مصدّق يلعب قدّام دونجا، وتنزّل فتوح يلعب قدّام بنتايج. ويا أخي لو النتيجة ساءت ارجع تاني طلّع مثلًا أنت نزّلت مصدّق روح طلّع مثلًا دونجا ونزّل حد تاني ورق قدّام، هجومي وبتاع. ورق هجومي. يعني أنت كان ممكن تعمل ده تدافع صح بقى، يعني أنا بادافع وتارسها وقافلها. على فكرة زي ما جوزيه جوميز أمّا اتقدّم على الأهلي والنتيجة كانت 1-0 في المباراة اللي خلّصها سيف الجزيري، كده. نزّل شحاتة ونزّل مش عارف مين، ورجع تاني بعد كده راح محاول وهكذا. أنت إمم. بتتفاعل فأنت مع دافعت الماتش. بالمهاجمين. أنت بالضبط.
ده في اوروبا يا بيه اللاعب بيبقى بيعرف يهاجم وبيعرف يدافع، لما انما انت تحط ايكي قدام برشلونه ويلعب لك باك شمال ده هيسد معاك. هيعرف. انما هنا انت عايز ناصر ماهر ينزل يقفل الحته اللي هي قدام الاثنين ديفندر، عشان لما عبد الله السعيد وادم كايد وادم كايد ودونجا بيرجعوا، فناصر ماهر اللي يقفل دي هيرجع كده تأدية واجب. انما لو انت نزلت، يا اما خليك شجاع بقى. يعني انت كنت من ضمن افكارك مثلا الزمالك يلعب كورته، احنا في لقطه واحده في الشوط الثاني لعبنا كورتنا اللي هو ما رميناهاش الطويله الهبله بتاعتنا دي، وقعدنا نبني لغايه لما عبد الله السعيد طلع بنتايك ومش عارف ايه وبتاع. يا اخي انا كان ممكن اقبل منك ان انت وانت متقدم تلعب كورتك دي بقى، بتحاول تمرر وبتحاول برضه تبني من ورا والكره ما تطلعش طويله من صبحي، لا بتطلع من صبحي لمحمد اسماعيل وبينزل عبد الله يستلم. عملتها مرتين واتقطعت وكانت مصيبه. فين؟ خدت بالك لو عملتها مره وخاطرت واتقطعت الكوره لولا بس ان بن شرقي ما بصهاش بسرعه لمحمد شريف اظن كانت تعمل مصيبه. ماشي، انا قصدي برضه يبقى انت مدرب ذو فلسفه بقى، وانا بتحمل ده وتفضل مصمم لعيبتك اللي بيغلط مره ما يغلطش تاني واتحمل الضريبه دي، وكان ممكن تبقى الخساره دي حتى لو خسرت، بس انت مثلا بتحاول تبادل وبتعمل هجمات وبتعمل كده، وانا كنت ايه افهم ان انت مدرب ليك فلسفه وبتحاول تطبقها، وبعدين ان شاء الله ربنا هيسهل واللعيبه تحفظ اكتر. انما الاقيك قاعد ترمي طويل وبترمي طويل لمين؟ ناصر منسي اللي هو لا هيعرف ياخد في مساحه ولا هيعرف يجري في مساحه. يرمي طويل طب ناصر منسي عايز يرمي طويل هياخد الكره الهيد. طب هيعمل الكره الثانيه بقى انت اصلا لعيبتك كلها متراجعه، فعقبال ما ارمي طويل كل الكوره الثانيه رايحه منك. بالظبط، انت اقترحت حاجه وما كويسه. بترميش طويل في ظهر الدفاع، ما هي انت يعني ما هو بترميش طويل الدفاع في بتاع ظهر، متراجع اصلا وانت مش عاجز انك ترمي طويل. صح صح انا فاهمك طبعا. وما بترميش حتى الطويل على فكره، حتى لو انت اجبرت على الدباك وهتلعب الطويل والحاجات دي. طب نزل لاعب اما الكره تنزل على الارض بيبقى لعيب كوره يقف شويه، ينزل احمد شريف، نزل عمرو ناصر، يخش حتى في التحامات. ده حتى ناصر منسي خسر كل الالتحامات. انا يعني مش انا الصراحه حاجتين عملهم تغييره بتاعه ناصر منسي مكان عداء الدباغ وانا متقدم. انا بتفهم ان ناصر منسي ده الورقه اللي انا بدات اضغط في الاخر وقاعد ارمي كرات عرضيه ولا حاجه، انزل ناصر منسي عادي متفهم دي. خسران الجيم انزل ناصر منسي. عملتها في ماتش ال1-1 ومشيت كده بالشكل وفي ماتش بيراميدز وفي ماتش سوبر انا اتفهم دي. انما انا جيم انا متقدم ليه ناصر من اقل المهاجمين اللي ممكن يلعب جيم تحولات. صحيح. يعني انت فاهم، دي رقم واحد. الحته التانيه الشوط التاني والاهلي قاعد ضاغط على الناحيه اليمين بتاعه الاهلي اللي هي الشمال بتاعتك، وانت واقف بتتفرج على بنتايج وهو لوحده وسايبه خالص لا انا هو مش لاقي الكلام اللي اقوله، لان الكلام اللي الواحد دخلني في غلط. الواحد بيحاول ما يغلطش. هيغلط عادي. انت جبت سيره القصه بتاعت تلعب الكره على الشمال عشان دلوقتي ادم كان متثبت مع هاني طالع قدام خلاص متجرأ جدا ومتثبت مع هاني. بنتايج قام طالع مع حسين الشحات اللي هو راجل بيخش في عمق كتير ومفيش ادراك ومفيش ادراك من مساعدينك. انا هتكلم بقى بصراحه مفيش ادراك من مساعدينك مصري واجنبي ان حسين الشحات بالذات المصري، عشان حسين الشحات انت بتبقى عارف اللعيب اكتر من المدرب الاجنبي، ان حسين الشحات لعيب بيروح على الجون دايما، مش لعيب مختلف عن طاهر تمام. ايوه واحد عينه على الجون بيباصي ويروح على الجون كتير جدا وانت عارف كده كويس، ومع ذلك مفيش خالص ادراك للقصه دي. فتوح واحنا قاعدين حتى في استوديو كابتن عبد الحليم علي فتوح واحمد عيد بيقول لي فتوح عشان خاطر ينزل يقفل الجنب اللي في النص مش قدام بنتايج. ايوه في النص خط جنبه ثالث في النص ثالث في النص بالظبط. يقفل بقى 4-3-3 ودافع يا عم خلاص وخلصنا. ان انت توصل لمرحله احنا قلنا رصيد الستر من شويه صح، رصيد الستر انت كذا كوره رغم ان انت هقول لك في كورتين ضاعوا بس انت ضيعتهم قبل الجون مش بعد الجون. يعني انت ضيعتهم في ان انت كنت بتقدم 1-0 وغالبا هترجع لو اي لقطه من الثلاث لقطات دي ضربه الجزاء حطيتها او الانفرادين كنت هتحطها وترجع غالبا على ما يبدو بالشكل ده. بس انت فتوح كان هينزل وهتبقى انت الفريق اللي بيدافع زي ما انت قلت موت زي ما بيقولوا كده، بس رغم ان انت كمان ممكن تلعب كوره شويه لكن انت بقى في الستر في الصبر انا صبرت عليك في ماتش الجونه وصبرت عليك في ماتش وادي دجله وصبرت عليك في ماتش المقاولين مختلف شويه عشان انت اصلا كنت ما عرفتش توصل انك تتقدم. مصيبه لما تكون انت مدرب اصلا موفق. تصدق ان فيريرا ده مدرب موفق يا راجل؟ عارف ليه موفق؟ لان انت ما فيش مره انت خسرت النقاط وانت مش قادر ما تستاهلش او ما تستاهلش ان انت تخسر النقاط كل الماتشات. يعني انت كل مره كان عندك تلعب بس الكويس بتكسب. مفيش مره الكره عندك مفيش كره مثلا عمال تضيع فرص بالهبل. كل الماتشات كل النقاط مستحق
ده انت يا راجل كل النتائج كل التعثرات ما عدا المقاولين برضه عشان 0-0 اتقدمت فيها في النتيجه، مطلوب ايه تاني عشان تبقى مدرب تمشي؟ بيبقى الجيم اسهل للمدربين على فكره، بالظبط. لا المدرب بيتمنى اللحظه كده دي أصلاً. طبعا. لكن انا بصراحه انا حاولت معاك كتير وكنت فكره وما زلت شايف ان انت بتبدا ماتشات كويس، بس لا انت بعد كده بعدين اصلا الزمالك اغلى ماتشات بيتقدم هتفضل تعمل لي العاب بنفس الشكل ده، مصيبه سودا. وما اعرفش يعني انت عندك لعيبه كانت بره ما بقتش افضل، ما كانتش افضل حاجه. انت تنفيذ المرتدات وحش جدا، بتحاول تلعب الكرات الطويله، انت تنفيذ المرتدات ايه؟ كره كل مره لعيب يجري على الكوره ويجري على الخط، يعني يجري يروح عمال يهرب بالكوره ناحيه الخط. مره واحده بس لعيب لف تاني اظن كان ادم كيد لف وقام معيبها في النص. الاهلي عادي مش قوي قوي في قصه التحول. انت عنده مروان عطيه، بس ده هو الاهلي في الشوط الاول حاطط تريزيجيه وحاطط محمد علي بن رمضان قدام. كانت فرصه. يا راجل يا طيب ده قدامك اللعيبه دي كان عندك فرصه للتحول بشكل كبير، وكل ما تطلع الكره بشكل سليم لان انت اصلا الاهلي كان بيضغط عليك من الاول، بيضغط عليك ضغط حاطط نفسه محمد علي بن رمضان وتريزيجيه حاطين نفسهم عبد الله السعيد دونجا بشكل واضح جدا، كنت بتطلع الكره بكذا طريقه، يا ناصر ماهر بيسقط، يا حسام عبد المجيد بياخد الكره ويطلع، يا تباصيها لبنتاج او عمر جابر على الاطراف، وكنت بتخرب الكوره لان اول ما الكوره تتبص هنا تتلعب تاني في عمق الملعب ناصر ماهر مفيش حد بيراقبه اصلا لان مروان عطيه خايف يطلع، وبالتالي الدنيا تفك، او ادم كايد او بزيره بيخشوا في العمق عشان يستلموا الكوره، بتهرب الكوره ورا خط الضغط ده. مش عارف استغل القصه دي. ثم الطامه الكبرى بقى ان انت بعد كل مره برضو قلنا رد فعلك بعد وادي دجله مفيش، رد فعلك بعد الجونه مفيش. النهارده من الدقيقه 78 الماتش برضو ما كانش خلص 78 لغايه وانت عارف في وقت ضايع كتير، عندك 15 20 دقيقه. ايه يا عم ده؟ هي الكره على هوب طول. يلا طولي بس بل كده طولي انت بل بتعتمد على الصدفه ليه؟ انت اصلا المفترض مش مدرب بتاع صدفه ترمي عمرو ناصر واحمد شريف وبتاع وتحط لي معالي جنب عبد الله السعيد. هو معلش مع احترامي ما احنا عارفين كويس قوي ان استعاده الكوره دي اساس اصلا حصار اي فريق. طبعا. ما انت ده مش قصه المدربين لعب. الطليان ساعات لابس شيرت ايطالي، المدربين الطليان ساعات وهو بيهاجم بينزل ديفندر كمان يلم له الكوره. صحيح. فهو اللي حصل ايه؟ ان انت حتى وانت كل ما تهاجم تحاول بقى تعمل حاجه او حتى تكسب الكره الثانيه فتبدا يلا هنحاصر شويه، فالاهلي يجي يرد الكوره مش عارف تستردها بسرعه، فالاهلي يقعد ساعه دقيقه دقيقتين وايه كان هيجيب التالت التالت طبعا. بسهوله، لان انت مش عارف ترد الكوره. مين حاطط لي معالي جنب عبد الله السعيد؟ احنا كنا بنشتكي ان عبد الله السعيد واحمد حمدي يعني من الماتشات اللي انا ايه. طبعا احنا دايما اي ماتش فيها الاهلي بخسر ابقى زعلان، بس انا اي ماتش في الاهلي بخسر وانا زعلان مثلا ان الكوره عندتني، الكوره اللعيبه مثلا ما كانتش في عزها ما كانتش مركزه او بتاع مش عارف ايه. لكن دي من الماتشات اللي فعلا تحس ان انت زعلان ان كان عندك فرصه تفوز وانت برميتها بكل سهوله جدا، حاجه تزعل يعني. لا لا لا، مليون المية متفق معاك. وفي حاجات كتير كمان تقهر لما بتفتكر شوية تفاصيل الماتش. انت مثلا مصمم ترمي الكرة لبتزيرة ورا كوكا، طب ما كوكا ده عز ما عليه، ما تنزل بتزيرة يستلم من عمر وناصر في رجله، يعني منزله يبقى معاهم في اللعب ده. انا مضغوط، انا مش هعلق بتزيرة ليه؟ انت فاهم قصدي ايه؟ ساعات لما انا كنت مضغوط في الشوط التاني عشان مش اعمل هعلق ليه؟ مرتدات ما هي مرتدة مفيش ايه؟ كرة انا مش عارف اوصلها له اصلا. بلعبها له طويله يا اصلا. باشا دخله ونجح لي الاول في الابتدائيه والاعداديه ان انا امسك الكوره واعمل، وبعد كده ابقى افكر ان انا هرميها في الظهر. يعني دي خطوه متاخره جدا. انت كميه ان انا قاعد ارمي، لا مش انت هو كمان ده، ايه؟ ومش هو اللاعب اصلا السريع قوي اللي تترمى له الكوره في ظهر. يفرق لا كتير الكوره. لا، هو عايز يستلمها في رجله وتعدي وهو يسلم الكوره اللي عملها العداد الدباغ، مستلم لافف مرقص حاطط. هو ده. صح. انت ليه مش اعلى؟ المشكله يا خليفه ان انت لما نزلت لعيبه اللي بالشكل ده اللي هي لعيبه متسربعه عايز تلعب عرضيه او كره طويله، وصل لحظه ناصر منسي استلم الكره على الجناح، بزيرة دخله في العمق، تمام. استلم بقى اديله الكوره كان اه هو ومعالي اتقدم، اه قام لعيبه عرضيه، ايوه. لعيبه عرضيه وحشه جدا برضو. مم. طب يا حبيبي ما تسلم، ما انت طول ما انت متسربع كده انت بتقلل يعني 20 دقيقه الزمالك هاجم فيها 4 5 هجمات، منها واحده جت في العارضه، انت ما هاجمتش اصلا، وفي كل واحده لحظه كمان على كنت فكره بتكرر فيها. فاتت من ياسين مرعي اللي عمرو ناصر هو اللي حطها، اللي هم صحيح يعني عمرو كل ناصر برضه رده حاولت تهدد فيها الاهلي. هي اللي الاهلي على فكره ما كانش في التوب خالص، هو في عنده اكتر لعيب كان فايق فعلا، وتريزيجيه زي ما انت حذرت منه فعلا كان فايق جدا، لكن فعلا الاهلي في حاله فنيه كانت تسمح لك انت تدوس عليه، انت ما تدوسش، أنت قاعد كده تتفرج يا حبيبي، انت هتبدل قبل ما يدخل فيك جون. هو مش قادر، انا عايز افهم بجد بما تفس هو معلش انا ماشي ممكن نقول مدرب مش كويس بتاع، بس عنده اساسيات الكوره يعني. ما هو ما تقنعنيش ان البني ادم اللي هو بيتفرج على الماتش كده 90 دقيقه وممكن ما يتفرجش على ماتشات كتيره ومشغول في حياته وعمره ما درس حاجه وبتاع، شايف المنظر ده كل ماتش هو ما بيتحركش. انت بينما انت خدت دراسات ودربته ومش عارف ايه،
كل يعني ممكن افهمها المره الاولى، المره الثانيه، لكن المره الثالثه ماتش ليه؟ طب عندك تفسير لحاجه كده؟ ممكن هو أمّا غيّر في أصل هو غيّر في الجونة والحاجات اللي زي دي كانت النتيجة بتحصل بعد التغييرات، فممكن يكون مثلًا كان خايف يغيّر، هو ما غير عندوش في ثقة في الجونه، تغييرات. غير في الجونه، آه، طبيعي غير في الجونه. ما كانش عنده ثقة في تغييراته، يعني ما كانش واثق في نفسه بس هو فسايبها فتوح تمشي. احبطه الماتش اللي فات مثلا، بس ما حد يقول له يا جماعه فتوح خط وسط، طب نزل مصدق، مش مالك، ما انت جربت مصدق كام دقيقه في ماتشات تانية لعبت أو بارتكاز. أنت كنت متقدم دي كانت بتبقى كويسة على فكرة، كان بيقفل مع دونجا وكان بينزل متحمس أوي وبتاع، إن كان ينفع يقفل بُص أنا رأيي أنا ما الفرق بين المدرب الكويس والبتاع، المدرب الكويس ما بيهموش أوي فكرة إيه، لأ أنا باعمل اللي أنا شايفه مضبوط، مم. حتى لو أنت قُلت مثلًا فتوح أحبطه في مباراة الجونة، أحبطه كباك شمال لعب 90 دقيقة أيوة. كده، إنما أنا هاستخدم أوراقي، هاعمل أي حاجة إن أنا الجيم رايح مني ما ابقاش أنا قاعد مستني، أنا هاعمل أي شيء. ما هو في حاجة كده أنت شايف العربية بتاعتك مثلًا نازلة منحدر كده، أكيد لو ما خدتش فعل العربية هتقع منك هتنزل منحدر وتقع على آخرها، أكيد أنت هتحاول، ممكن اللي أنت هتحاوله ده يبوظها أكتر، بس ممكن يصلحها، اه أنا محتاج مدير فني يحاول المحاولة دي، يعني أنا أقول لك على حاجة، جوزيه جوميز لمّا في مباراة السوبر الأفريقي وبدأ راح رامي عمر فرج بمشلاك اه بناصر، هو أكيد هو هنا متأخر في الجيم وبيغيّر. صح. تجيب بقى تصيب تخيب على فكرة كان ممكن رقبته دي مثلًا لو ناصر منسي مثلًا ضيّع مم. كورة، عارف أنت الكورة اللي بعديها اللي زيزو شاطها خبطت في ناصر منسي، لو ناصر منسي ما جابش الجون، بادّيك سيناريو فاهم كده. قصدك. وبعديها جات الكرة اللي زيزو اللي شاطها بتقوله ده. في ضهر ناصر منسي، كان بقى جوزيه جوميز على يعني بالنسبة لنا الإعدام، مم. الإعدام شنقًا، أنت اللي نزّلته ناصر منسي ده هو اللي صَد الجون اللي كان هيجيبه صحيح، زيزو. بس هو حاول. أنا ده بقى اللي أنا عايزه، مدرب فعلا. أتفاعل، يعني فاهم، راجل بيشيل مسؤولية القرار، فكرة إن أنت بتبقى قاعد بدون تفاعل وكده لأ، أنا مش قابلها تمامًا، وزي ما باقول لك أنا أصلًا من بعد مباراة الجونة أُحبطت جدًا. مم. لدرجة إن عادي وأنا باتفرّج على ماتش الأهلي النهارده طبعًا نِفْسي نكسب وكل حاجة، بس عندي التصوُّر اللي هو مثلًا لو نشلنا ال3 نقاط والدنيا مثلًا عَندِت والّا حاجة وأنت عَندِت الأهلي وادّت لنا وفرحت لنا، ما كنتش برضه هيبقى عندي اليقين بتاع هوبا ده أنا اتقدمنا هناخد الدوري، كان هيبقى عندي شَك برضه في اللي جاي والله، فاهم قصدك. يعني أنا عندي شَك كبير دلوقتي في فكرة طبعًا إن شاء الله ننافس وكل شيء، بس أنا عندي شَك في الأداء ده إن إحنا نلِم نقاط من ماتشات كتير مش لازم مش باتكلّم على الماتشات أهلي وبيراميدز، بس حتى الماتشات العادية دي. اللي يزودك على حسبة النقط يا خليفة والضيق والزعل والقصة كده، إن أنت طبيعي أحيانًا ممكن يبقى معاه مدرب، لا مش عايز أبرر، ده مش تبرير، ده يعني أنا باقول ده بيحصل، بس بيحصل مقرف، وأي مدرب بيعمله كده زفت برضه على دماغه يعني، مفهوم، إن ساعات المدرب ما يتحركش فيدخل فيه جون ويبدأ يتحرك، تمام؟ اللي يزعلك بقى إن أنت في ماتشات كتيرة ممكن الأهلي لمّا تجيب جون التعادل أهو بياخد نفسه، بيهدى شوية، إمم. أنت بتبدأ تزُق، وأنت حصل فعلًا بدأت الماتش كده إيه، الزمالك بدأ يزُق شوية، طبيعي فرقة لمّا تتعادل فبتبدأ تاخد نفسها، أحيانًا ساعات بيحب يدوسوا طبعًا طبيعي وأحيانًا، وأحيانًا الفرقة بتاخد بقى نفسها عشان تقول لك إيه، نجمّع أفكارنا وتشوف الزمالك هيعمل إيه، والقصة بتمشي كده. ييجي بقى بنتايج يعمل هذا الغباء والتهور المستمر اللي هو ما بيعمل مش أول مرّة، مش أول مرّة فكرة أنت تخش في مرحلة من القمار اللي ممكن أحيانًا يصيب معاك ويخيب، أنت عارف كويس أوي في توفيقها اللقطة خلّي دي. بالك يا عطا في اللقطة اللي ناس كتير كانت بتشيد بيها في اللقاء المصري، كنا إحنا بنسجل هنا حلقة ده أنا كنت المصري هاموت منها. وأنت قُلت إن بلاش، أنت بلاش، في لقطات ما فيش داعي إنك تخش، يعني أنت أنا عايز أقول حاجة، بنتايج كان عنده كذا حل، أولًا ممكن يحط جسمه، إمم. مش لازم تشتتها دلوقتي، يعني أنت كنت أقرب للكورة أصلًا، بس أنت اخترت تسيب الكورة تنُط وتقوم لاعبها برجلك، كان ممكن تحط جسمك بس، تحلّي عليها كده وبعدين تفكّر لمّا تنزل على الأرض تقوم شايطها، والحل التاني يا معلم، الحل التاني إن أنت تسيبها خالص بس وتمشي مع إمم. الكورة وحسين الشحات ياخدها وتبدأ تغطي عليه، لكن أنت تعمل هذه الحماقة، ياسين مرعي يعملها والّا مين، ياسين ياسين مرعي والّا خلّي بالك ياسين كمان لكن يعني توريته كانت أصعب من تورية أيوه، لإن هو فعلًا دبّاغ فاجئه جدًا، آه، بينما حسين شحات الكورة 1، 2 باينة أوي، لعب باينة أوي يعني مكشوفة، بتاعة بنتايج دي مش باينة بتفكّرني أوي، بتاعة المسلوسي في ماتش ال5-3 ده، آه، شبهها، 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 ففي حاجات كده يعني إيه اللاعب لازم ياخد باله منها، وجات قضت عليك، يعني أنت وزي ما باقول لك الماتش ده كان كل القرف ده كان ممكن يطلع 1-1 إمم، أو على أقل تقدير تاخد وقتك شوية في 1-1 10 دقايق نشوف بقى الفرقة هيحصل فيها إيه، لكن أنت خلّصت على نفسك إلى جانب لعيبة تانية يا خليفة برضه كانت بعيدة عن مستواها،
وعبد الله السعيد مثلا ما كانش في افضل. والله انا شفت عبد الله كويس، انا اللي شفته مش كويس ناصر ماهر. وناصر كان وحش. احنا قلنا الرهان على ايه؟ الثلاثي ده اللي بيبقوا فايقين ومنايين وماشيين كويس. انا شايف ان دونجا كان كويس، عبد الله سعيد دونجا كان كويس، دونجا كان احسنهم. وعبد الله ما كانش وحش في رايي عبد انا. الله في بساط برضه اختار معلش يعني كان احساسي ان هو كان دوره الدفاعي برضه كتير ودخل حاجات كويس. عبد الله السعيد اوكي، لا ودافع قبل كده كتير، بس اما خلاص الدنيا واضحه. حط بدل نقل تريزيجيه من لاعب 3 في خط النص، حطه رقم 10، زود جدا الضغط عليك. ومحمد علي بن رمضان هو اللي ممكن يتحرك، فانت قمت مقرب شويه دونجا ناحيته. خلي بالك دونجا اتشغل، كان موجود في الناحيه اليمين، مش قادر يتابع الكره بتاعت حسين الشحات عشان هو الناحيه اليمين. فعبد الله السعيد قام حسين الشحات لعب الكره ورا بنتاج، ولا عبد الله اتحرك ولا بنتاج اتحرك، فالمساحه بقت فاضيه كبيره بشكل كبير جدا. كل القصص دي بسبب ان انت 2 بس، مش هتقدر تواجه كل هذا العدد من اللاعبين. ومثبت ادم كايد مع محمد ثبت محمد هاني معاه ادم كايد، فادم كايد بعيد خالص عن الاحداث. والمشكله بقى ان هي ادم كايد مش الوينج السريع اللي مثلا ايه هاني تقدم معاه هنا في المنطقه دي قدامنا، فيروح لافف بقى من ظهره واخد بسرعه مثلا رده يعني مفهوم فتخوفه. لا مفيش بقى مفيش. تعال نتكلم كده على لعيبه فرديات بدون درجات بدون اي حاجه. صبحي ما عجبنيش، حسيته كان مهزوز يعني بفكره ان ايه فاهم. الجولين مش بتوعه يعني. الجون طبعا الاولاني فيه ديفليكشن من الشوطه، خبطت من حسين الشحات لمحمد اسماعيل فمش بتاعته، وضربه الجزاء ربنا في نص الجون بس ما فيش الجون بيتحمل ضربه الجزاء، انه عمل التراي وطار في الزاويه اللي تريزيجيه بيلعب فيها كتير، ما شايلوش جون من الاثنين. بس في نفس الماتش يعني الكره اللي جه يستلمها برجله راحت طالعه من رجله في كره تانية في الشوط التاني. عارف ما حسيته مش واثق في نفسه. ما اقدرش اشيله حاجه يعني واقول عليه كان سيء، بس حسيته كان مهزوز. لا انا في رايي ما كنت شفتوش مهزوز. الشوط الاول طلع كل العرضيات ماسكها وبشكل كويس قوي وثابت، بس في لقطتين، اللقطه اللي هي خروج كوره، واللقطه الثانيه لما الكوره اتلعبت عرضيه كده ردها بشكل غريب. هي دي دي. لكن الباقي كان يعني لو مهزوز ممكن تقول في البدايه مثلا مهزوز، وبعد كده ما بقاش مش عليه حاجه قوي خلي بالك يعني. رغم ان سيطره الاهلي مسك كرات. سيطره الاهلي مفيش حاجه تقيله قوي على صبحي يعني. ده اللي زعل. عايز اقول لك ان في الشناوي صدت انفراد وكره في العارضه، رغم ان الاهلي كان افضل. بص عشان ما نبقاش يعني، بس انا بشرح لك يعني ان في النهايه كان الاهلي مسيطر بالطول والعرض، بس عادي. هي طبعا جات له هجمه في الاخر اللي هو الانفرادين في الاخر وبتاع، اللي هو انت فاتح زي لهبل كده في الاخر وبتلعب فعلا زي عبد الله السعيد ومعالي. بس هو يعني صبحي ما صدش حاجه يعني، مفارقات يعني. ماشي. حسام انا عارف ان جماهير الزمالك ممكن تنتقد حسام كتير جدا في الكوره، في كوره في الجون اللي بتاع حسين الشحات، ان محمد شريف لما الكوره يعني عمل تاكل ما كانش ليها لازمه جوه منطقه الجزاء. بس انا بقول لك انه حسام طول الماتش كان من لعيبه الزمالك قليلين كويس جدا، الكرات العرضيات، وهو كان واثق قوي في نفسه وحط ضربه الجزاء كويس قوي. حسام عبد المجيد كويس يا اخوانا. ما فيش مدافع ممكن ما يغلطش غلطه زي ان هو مثلا دخل بعشم شويه على محمد الشريف في كوره الجون فتلم. هو الكوره لم ما هي بص الكوره كانت كده مش شريف. ندى، هو هيلم الكوره، هو مش هيقدر يخش يعمل تاكل خالص. ماشي، ما هو عمل تاكل ونزل على الارض، هو المفروض المدافع ما ينزلش على الارض في ماشي، بس هو في النهايه كان هيبصيها حتى مهما مش عمره. لا لو واقف شويه كان ممكن يقفل عليه يجيب جول واشوفه بقى. يعني. لو واقف شويه، لو واقف على رجليه ممكن يحرمه من الباص ده كويس. يعني فاهم انت، يبقى مقفل عليه اكتر. فكره ان انت خرجت من اللعبه سهل الباص على محمد شريف لحسين الشحات، سهل الباك باص اشوفها اكتر. انت فاهم قصدي. لكن هو في العادي قدم مباراه كويسه جدا، ومن القلائل اللي كانوا كويسين جدا في رايي في المباراه يعني. وحسام كويس يعني. قلما يبقى عندك مدافع بيلعب مباريات الاهلي كلها من يوم ما طلع بيلعبها كويس جدا يعني. عايز اقول لك انه حسام شفت ترك انتهى، بس يعني ادى اريحيه لشريف. هو كان هيبصيها برضه. لو لف بظهره كده لعب شماله كان هيبصيها اعتقد. ما كانش يعني احساسي برضه انت لو على طبعا هو صابق مش حلو بس هو خاف يشوطها زي ما مش محمد شريف قبل كده شاطها وجابها جول لو تفتكر. بيشوط على طول. بيشوط بيلف على طول ويشوط محمد شريف، بس هي دي يعني. عموما حسام في راينا من المجرمين القلائل يعني. محمد اسماعيل عنده احسن من كده، الناس شافته كويس، بس انا برضو حسيته مش ده. هو عنده ثقة في نفسه طبعا، كان خايف من الماتش شوية. عندي احساس نفسه خايف في الماتش. هو طبيعته في العموم هو واثق في نفسه. النهارده كنا محتاجينه في دي، كنا محتاجين كوراته اللي بتبقى مظبوطة
مع ضغط الاهلي حسيته كان ملبوب شويه، وده طبيعي، دي اول قمه هتحمل الضريبه دي، خصوصا ما عملش اخطاء فادحه. بس انا عندي احساس ان محمد اسماعيل عنده احسن من كده. ممكن عندك سكة، بس انا كنت شايف قلبين الدفاع بتوع الزمالك كانوا معاونين جدا، وكانوا بيغطوا كتير وعملوا ماتش كويس جدا في العرضيات رغم كميه الكورنرات اللي اتلعبت علينا في الشوط كنت الاول. عندي احساس ان محمد اسماعيل كان يقدر يخرجنا بالكوره في اوقات كتيره احسن ما احنا خرجنا بالكوره يعني. والله يا خليفه هو الموضوع ده جماعي، ما فيش حاجه اسمها لاجل خرجنا بالكوره كده وخلاص، انا في بس رايي. كان في حاجات كده بسيطه بتطلع من رجله، هي ظبطت يعني كان ممكن تبقى احسن. ماشي. عمر جابر كان هايل. في رايي انا عدت هايل كوره هايل كبيره هايل جدا الشوط يعني. الأول كبير جدا طبعا وعظيم. رغم اللعب كان عليه هو في الشوط الاول، صحيح. ونقلوا اللعب في الشوط تحمل الثاني. كل الضغط عكس بنتاج ما تحملش نفس الضغط، وان كان ترتيبه الناحيه التانية مختلفه شويه، لان مفيش دونجا، ولانه لانه ابتدى مين، عبد الله السعيد، عكس الناحيه التانية. يعني هو مش بس مفيش دونجا، عبد الله السعيد هو ممتاز طبعا، بس ساعات اللي هي السرعه والحمل والشراسه، الانطلاقه الاولى دي مش بنفس القوه. وتكثيف اللعيبه، يعني تكثيف اللعيبه بالاهلي في الجبهه دي ساعات بيزيد قوي. محمد شريف في الشمال ما بيروحش كتير شمال، بالعكس بيميل اليمين، فساعات بياخد لا تركيز قلوب واللي الدفاع. مزودها ايه بقى، ان في الجبهه اليمين كان في هاني كمان، انها في الجبهه الشمال هو كوكا وتقدم حامل حساب بنزيرة. صحيح. ما هي دي الفكره. مش مثبت، بينما ادم كاد هو واخد محمد هاني واخد ادم كاد وراجع بيه بالظبط. وطرفه خالص على الخط ومحيده تماما. لكن بينما دونجا برضو كان كويس في رايي، يعني انا بحاول اشوف لعيبه افضل لعيبه في الماتش بالنسبه لي دونجا وحسام دونجا، حسام وعمر. وعمر دي بصراحة حقيقه. كانوا كويسين، وعضي الدباج لغايه لما خرج، بس الكره اللي ضيعت كفايه عضي، يعني خدت مره رضا بقى بشمالك بقى يعني، على شمالك ولا كده على المعلمان كل مره بنفس الوضعيه ما بتحطهاش. معرفش يعني، انا اللي بس مخفف عني حزن وزعل اللقطه ده دماغ مرات مثلا، انا بقول لك كده متوقع انه لو كنا كان سيناريو الماتش هو ما كانش هتفرق. دي مش جون تاني ايوه بالظبط، يعني، مش 1-0 ودي التاني. يمكن انا زعلان على الكرة اللي عملها بنتايج وكان ناصر داخل فيها وبن شرقي شالها، دي اكتر يعني، دي اللي كانت تكسبك الماتش. صحيح يعني الكره دي يعني انا ما شفتش قعدتها. ده فيها اعجاز ان بن شرقي رجع. تعلم انا عارف، ما اعرفش مين اللي، ما كنتش عارف مين اللي لا بن شرقي عمل شال. احنا بنصور يا دوب بعد الماتش على طول يعني. بس يعني هو كان ممكن يلعبها بنتايج اقوى ولا لورا اكتر؟ اقوى وناحيه ناصر اكتر مش لورا. او ناصر كان يخش تاكل، عارف انت اللي هو هو كان يخش يحاول يحط بن شرقي في ظهره، يعني يحاول دايما قبل ما يفكر في الكرة يفكر في الراجل اللي بيحاول معاه. يعني بس هو ناصر مش حربة، مش يفكر، هيعملها بالشكل او كانك عارف انت وهي بتلعب بالعرض كانس. ايوه. في لعيبه كنت بشوفها كده والله يعني. بالمناسبة في لعيبه كذا لعيب في الزمالك النهارده في كذا كوره تبقى هتخش اتنين من لعيبه مشتركه، اللعيبه بتسحب رجليها شويه، ضايقوني في الحته دي شويه. يعني انا لما ما رحت كناش بنلعب بالشراسه. انت خايف على رجلك، بينما لعيب الاهلي داخل ايه غشيم. غشيم. انا فاهم ان انت ساعات انت بني ادم، بس انت خسرتنا كورات كتيره قوي. على فكره على ما اذكر من ضمنها ضربه الجزاء اللي اتلغت دي، الكره دي بدات كده تقريبا، انت خسرت لعبه مشتركه فتربط ان تريزيجيه اظن ولا مين شاط جت في بنتاج واكتشفنا ان هي جت في دروع، وده اللي مزعلني يا معلم. الماتش كله كان بيصب في صالح. نيجي بقى في رايي انا واحد من اكتر الناس خذلانا في هذا اللقاء، خاصه احنا كنا مستنيين منه كتير، ناصر ماهر. كان وحش قوي. الكره اللي ضيعها كانت سهله قوي كمان يعني. انت عارف انفراد عدي الدباغ اصعب. صح. متطرف صحيح. شناوي طالع. بقول لك ايه، الكوره بتاعت ناصر ماهر دي اسهل من ضربه الجزاء يا باشا. ده جريزمان حطها في الريال كده كده. جريزمان طب محطة الزاوية القريبة كمان ايوه، ده الجون مفتوح، الجون كان مفتوح قوي الناصر، ومش محتاجه تبعدها قوي وتحطها لي جنب القايم. دي مشكلة اللعيب الحريف يا باشا بقى حريف بلا ما اعرفش يجيب جون هو يعني. لا اللي هو اللعيب يعني اللي هو ايه، في باله، مش هقول في باله لقطة، بس هو بيفكر في يعني الحسوة كده. حط الكرة زي بص، اعتبر نفسك ما بتفهمش، شوط الكرة وخلاص، حطها بس، حطها أرضية كده وزاوية معقولة وهتخش ان شاء الله. هو احنا لازم نبقى الباكج بتاع النصر طول ما انت هتعتمد عليه. لعيب كويس طبعا، في مجمل ماتشات النهارده كان وحش جدا، بس هو في المجمل لعيب كويس. بس لازم نبقى عارفين ان ناصر ماهر في اي موسم من المواسم مش هيجيب له اكتر من 5 تجوان. هو ده توبه. انا حته التهديف دي احنا محتاجين حد في المجموعه بتاعت عبد الله بناصر بحمد يكون اجريسيف على الجول. مفيش فرقه برضو ما يبقاش عندها الفرقه كلها على فكره. بالزيرو مش اجريسيف، يعني بالزيرو ما تبص على مواسمه ما بيجيبلوش بس 10 15 جون، بيصنع كتير وبيصنع فرص وزخم. ماشي انا قابل ده. الناحيه الثانيه شيكوبانزا برضو ما تلاقيش مثلا في مواسم جايب له 15 جون، ادم كانت جايب له 3 4 تجوان، وبزيرو 3 4. الباكج ده مش هيمشي، مش هيمشي. واللي زعلك في الكرة دي اصلا اتعملت حلوه قوي، اتعملت طبعا ادم كانت حطها حلوه قوي، وادم كانت لعبها له حلوه قوي، وحطه في مكانه، وحتى هاديه هاديه وانت فخدت
سهل قوي قوي قوي. يعني وغير كده ناصر بقى في الشوط الثاني كميه كرات كانت بتطلع غلط من رجله بشعه بشعه. ضيعت علينا مرتدات وبتاع. هو ضيع، حتى امسك الكوره دورها، كان بياخد قرارات. وبعدين احنا ليه كنا مستعجلين قوي في هجماتنا ان انا اروح بودع يا باشا؟ طب ما ترجع لاسلوبك طيب لا شويه. الوعد هيرجع، اه حافظ بس على الكوره هتلاقي الاهلي الوعد ورجع. شويه. مش هيفضل يعمل ضغط عكسي طول عمره يعني الماتش مستحيل يعني. مش عارف ياخد الكوره، عايز اروح اطلع جري اطلع جري اطلع جري على مين؟ اطلع جري على مين؟ يعني انا بيبقى قدام ناصر منسي اللي بطيء جدا في التحولات وبزيرو رميه فوق، طب هطلع بسرعه اعمل ايه؟ طيب ما هو في النهايه يعني ادم كايد بدأ الماتش كويس، بعد كده راح مننا خالص في التوهان. يعني هو بس في بدايه اللي هي الحته اللي الزمالك كان فايق فيها كان معانا فايق فيها، بعد كده راح مننا خالص مفيش اصل خالص. انا برضو مش لاقي له ميزه قوي، ايه مش اجريسيف دفاعيا مثلا اللي هو هو ملتزم دفاعيا لكن مش اه اجريسيف. مش اجريسيف دفاعيا، ما بيخشش بقوه، وفي نفس الوقت مفيش باكج هجومي كبير يعني. صحيح، ودي مشكله يعني وما عندناش اختيارات كتيره. والاختيارات اللي كنا بنتكلم فيها ايه، انا مش بلومك ان انت عندك لعيبه مش ملتزمه او لعيبه مش راضيه في الدكه، ولا مش عارف موضوع سيف الجزيري ولا موضوع شيكو بنزل، بس انت ما عندكش اختيارات كتيره. مش بقول لك تعامل مع الموضوع بشكل مختلف، بس حط العقاب اللي انت بتتكلم عنه، حط المدرب اللعيب جنبك على الاحتياطي وقعده يعمل طول البتاع. حتى بس باخد قصه تقريب كده في حاجه خليفه ما اعرفش جاب سيرتها شويه، وان كان احنا بدانا الماتش كويس يعني، ان احنا ما عملناش معسكر قبل الماتش. قبل الماتش ده يعني هل كان من الضروري نعمل معسكر؟ كلام كنت بقى عمال ندردش يعني مع كابتن احمد عبد الحليم وكابتن عبد الحليم علي وكابتن احمد عيد. قال لك لا، اللعيب المصري فعلا بيحتاج يحس اهميه الماتش في خلال المعسكر ده. انا متفق معاهم طبعا، محتاجه شده كده. الاهلي كان عامل معسكر ولا لا؟ عندك والله فكره؟ مش مش عارف. مش انا اللي باقعد اتابع الاخبار دي قوي. ولا انا. بس يعني اعتقد يا باشا انا ماليش دعوه الاهلي بيعمل اعمل احنا انا الصح. بسالك بس عشان اقصد يعني توحيد الفاكتور ده يعني كان موجود ولا إيه؟ يعني انا اعمل انا الصح والم لعيبتي واتحمس اكتر، ويبقى يعني احسسه شويه بالجو بتاع الجيم. والاجازات الكتير اللي ساعات الراجل ده بيديها برضه ساعات كده انا بستغرب، يعني بعد الاسماعيلي احنا واخدين يومين اجازه. صح، اه بعد الماتش الجون خدنا اجازه يوم مات. ولا كان باين قبل المحله، باين بعد قصدي مصري بعد قبل المصري. بعد المصري يومين اجازه، وكان ماتش. يعني هو حاسس عموما برضه يعني ده بدأ الماتشات بدأت تضغط شويه، دي مش ههتم بالتفصيل قوي، هو بيبقى عارف بس احنا إحنا بنعمل بنقع كام كده. بدنيا. بس احنا بنقع، كنت لسه هقول لك بس احنا بنقع مدنيا. يعني عارف انت لو بتعمل اللي كل يوم بتعمله، انا مش راجل بفهم قوي في التدريب اقول لك انت المفروض تعمل كام وحده، ده مش شغلي. بس اللي انا ليا يا باشا اديني منتج نهائي كويس، يعني انا راجل متفرج عايز في النهايه فرقتي واقفه بدنيا على نفسها كويس. صحيح. بص في حاجه كمان يعني اللي مزعلاني فيه، عارف المدربين عندهم حاجتين مهمين بيعملوها. ممكن احنا واحنا كمتفرجين او كمشاهدين او حتى كمحللين بنعمل الاسهل، اللي هو اسهل ان انت تقرا الماتش وانت خاصه انت قاعد فوق يعني كانك قاعد في مدرج كده بتتفرج من فوق وشايف الملعب وبتاع. ده اسهل على فكره. الاسهل ان انت تدير الماتش، الاصعب ان انت تبقى مدرب تفرض اسلوبك على فرقتك، وان انت تخلي فريقك ليه شكل معين في الملعب وهكذا. الراجل في الشكل المعين الى حد ما مش بطال. لغايه قبل ماتش الاهلي عشان احنا ما كانش لها شكل لا ما احنا في اول الماتش كنا كويسين في الحته دي، كنا كويسين. يعني هو انا عارف اول ما انا عارف مش 10 دقايق اقصد بتبدا كويس والشكل ليك شكل معين. بعد كده لما اول ما تفك منك دي بشوف ان انت كان عندك اختيارات. انا مش بقول ان هو جامد ولا حاجه، بس اقصد ده اصعب. انا رايي ان انت ازاي تخلي فرقتك ليها شكل، ازاي تخلي فرقتك ليها اسلوب، ده اصعب من ان انت تعمل كوتشنج خلال الماتشات. وحتى احنا كنا دايما نتكلم ساعات عن المدربين ايوه المصريين ان هم ايه، كل اللي يفكروا فيه في التغييرات، عشان اه هو ده اخره يعني في التفكير هي التغييرات وازاي تغير وبتاع ومش عارف ايه. بينما الباقي ان هو يحط اسلوب بقى وبتاع لا ما بيعملوهاش كويس بينهم. مم. فالراجل لو حتى في عنده ميزه شويه هي الحته دي، بينما الباقي لا لا. انا الماتش ده احبطني جدا منه. والماتش الرابع في الخسائر النقاط فيه. الماتشات التانية في بعض الماتشات اصلا ما كسبناها يعني بصعوبه. ف ده بقى هيجرني الحته يعني النقطه الحساسه اللي دايما ايه الواحد بيحاول يبقى عاقل فيها لاخر لحظه، وما يسيبش الغضب يعني ايه يستحوذ عليه. بس احنا مش غضبانين دلوقتي، يعني انا غضبان طبعا وزعلان، بس اقصد وانا بفكر دلوقتي انا مش غضب مش هيعميني عن حاجه. لا هو الراجل قليل ولا ايه؟ اه انا فاكر لما انا قلت لك انت قلت لي هنكمل المحل، قلت لك خلي جواب كده عمل ويبقى ما خافش الاهلي، لا اقصد سأل السبت، ساعتها لو عمل ماتش المحله السبت، فكده كده لازم هيكمل. يطيروا اي حد. وعندنا لا انا مش مع نظري برضو اي حد يعني. يعني حتى اما هتقول لي يمشي هقول لك تمام يمشي، بس يقول لي مين البديل ويكون بديل كويس برضو يعني. تمام. اما وبلاش حوار الفلوس ده، انا زهقت منه. محدش يقول لي مدرب رخيص وبتاع، زهقت من الحوار ده.
تصرفوا يا اخوانا، ارض مش ارض، تصرفوا. اما قلت لي ريبيرو وانا قلت لك لانه ما خسرش بس ماتش بيراميدز، هو يعني كان سيء جدا في لقاء بيراميدز، فعينك فيرا النهارده كان سيء جدا باشا برضه. يعني فكره ان انت فشلت في كل حاجات المراحل اللعب، وما عرفتش تواجه ضغط الاهلي، وما عرفتش تخرج بالكره مظبوط، وما عرفتش تدافع. تدافع، ولا عرفت تهاجم. انا اقبل مره ماتش كده، هقول لك ايه، انا لعبت ماتش تكتيكي زي الجنرال محمود الجوهري ما كان بينزل يقفلها. مؤمن سليمان كسب الاهلي وهو بيدافع، بس كان بيلعب ازاي؟ انا فاكر اول ماتش 2016 ده، لعب علي جبر واسلام جمال قلبين دفاع طوال، راح ملعب اختار باكين يمين، باك يمين شوقي السعيد اللي هو اصلا مدافع، والباك الشمال كان علي فتحي، وراح منزل له في الشوط الثاني محمد ناصف، ولعب تحت الكوره 100%. وكان ده شكل يعني عارف جوارديولا نفسه لسه عاملها، يعني عملها كذا مره السنين اللي فاتت. اللي هو انا متفهم ان راجل يختار استراتيجيه دفاعيه، بغض النظر على فكره هي ممكن تصيب وتخيب على فكره وبتاع، بس على الاقل يبقى اسمه قدم لي شيء، يعني عارف، ابقى انا قادر افهم هو بيعمل كده ليه. انما فكره ان يانيك فريرا النهارده ما كانش عنده استراتيجيه واضحه للمباراه بعد ما تقدم وبعد ما الجون، عارف انت الكره ضحكت لك، يا عم البنالتي اللي كده يا عم ده طلعت الحمد لله دي في صدره، عارف انت كرة ب... البين الاتعاد بتاعك. البيلن بتاعك اتعاد عشان دخول مؤثر حصل من لاعب الاهلي. وبالمناسبة يعني احنا اتخانقنا مرة، مش اتخانقنا، كنا في كوره بلس ساعه لما زيزو كوره المصري المشهوره دي اللي قعدوا يقولوا عدت الخط ما عدتش الخط، انا كان تركيزي ان لاعب المصري اللي شتتها كان متداخل، وحتى اتكلمت مع كابتن جهاد جريشه وقتها ووريته القانون، وقال في كوره بلس فعلا نفس الراي ان كان لازم تتعاد بغض النظر على شيء عشان ده دخول مؤثر. قانون مؤثر ده. ده اسمه دخول مؤثر يعني. لان انا كنت رايي الكوره ما عدتش الخط يعني. بكوره زيزو كانت جدليه، كانت جدليه يعني، لكن طبعا الدخول ده كان مؤثر، الكوره لازم تتعاد. فالنهارده ده درس برضو عشان حكامنا المصريين بتطنشوا على طول على فكره. ده درس واضح جدا، القانون ما فيهوش هزار، وفي وجود الفار زمان كانت اقول لك الحكام ما بتاخدش بالها قوي وبتاع، في وجود الفار الموضوع محسوم. لو الكره اتصدت او ردت من القايم او اي حاجه والمدافع شتتها وكان داخل منطقه الجزاء بتتعاد اوتوماتيك. طب لو المهاجم كملها وجات جون بتتعاد يعني لو المهاجم، يعني اقول لك على حاجه في اللقطه دي دخل قصدك اللاعب من مهاجمين وهو كان متعدي الخط وحطها. طيب زي ما حصل في الكوره دي برضه. الاثنين دخلوا المهاجم والمدافع، تمام، بنشوف فيديو الدخول المؤثر، المدافع في اللحظه دي المدافع ان هو اللي وصل لها. طب لو مدافع الزمالك ومهاجم الزمالك ومدافع الاهلي الاثنين دخلوا بس الكوره ما جات لهمش، ده دخول غير مؤثر. فانا قصدي ان يعني الحاجات التفاصيل ابتسمت لك، التفاصيل ابتسمت لك كتير، بس انت حتى ما كنتش قد ان الظروف بتقول لك خد هديه، انت اللي اهدرت الموضوع. عارف انت يعني يمكن حظ عندك في لقطه واحده ان البنالتي التاني بتاع بنتاج جه بقى على طول بعد الجون مش عارف ايه بتاع مع الكره اللي جت في العارضه دي، بس انا كان احساسي ان انت كنت تستحق ان الحظ عندك يعني. فاهم يعني ما كانش ينفع تطلع لنا كده من الماتش ده وتقول لنا ما انا بتعادل مع الاهلي يعني. هو كان ينفع لا هو كمدير هو فني كمدرب طبعا يطلع يقول لنا كده، طب ما نسيبه بقى يا اخوانا الراجل ما راجل كويس هو متصدر مش عارف ايه، صداره وهميه. خلي بالك لان حتى على مستوى لو كنت اتعادلت النهارده بيراميدز هدر 7 نقاط، انت دلوقتي هدرت 10، بيراميدز انت هدرت 10 الاهلي هدر 9، تعادل هدرت 9 وبيراميدز هدر 7، فبقيت انت اللي مطالب تطاردهم. خلي بالك في الماتشات اللي جايه، هل الراجل ده قادر يعمل رن اللي هو يكسب 5 6 ماتشات 7 ماتشات ورا بعض علشان يقدر يطاردهم؟ انا اشك كثيرا، لانه لو كان يقدر كان فاز على الجونه. سيبك من ماتش الاهلي ده ماتش وارد فيه كل النتائج، لو يقدر كان يفوز على الجونه بسهوله ويفوز على المحله بسهوله، بس انا اشك ان هو اللي جاي يعني كان اداني الاحساس ده. يعني من ضمن الباكج الخمس ماتشات بتاع المصري والاسماعيلي والجونه والاهلي والمحله كنت انا اقبل ان ماتش الاهلي يتحمل كل النتائج عادي، بس كان بيبقى ده افضل من كده، واتحمل ان يكسب الاربع ماتشات. كنت ساعتها اعيد زي ما احنا وقفنا بعد اول 5 ماتشات وقلنا نستنى ونشقي، وكنت ممكن استنى عليه تاني لو هو زي ما بقول لك كده كسب الاربع ماتشات دول وماتش الاهلي اي كانت النتيجه، بس كان شكل الزمالك يبقى كويس. ما جوميز خسر الكاس مصر من الاهلي بس احنا كنا نقول شكل الفرقه كان كويس، خسرت 2-0 مش 2-1 بس كان شكل الفرقه احسن، ليك منظر، ليك منظر يعني انت فاهم. دخل فيك جون وفتحت الملعب بزياده فدخل فيك التاني في ماتش الكاس، انما النهارده يعني انت تلقيت هدايا وانت مش عارف تعملها. هو الراجل المحظوظ في كل التفاصيل،
بصراحة إلا حاجة واحدة دلوقتي هم مش هيبقوا محظوظ فيها، إن إحنا نلعب ماتش واحد قبل التوقف الدولي، اللي هو فكرة إنه طب لو لعب ماتش محلة كويس فنشوف الماتش اللي بعده فبقى كويس، الدنيا اتحسنت وفرقت معاه، فأنت هتلعب انت هترجع بتوقف الدولي على ماتشين بس، خلي بالك ده لما الناس تعرف الجدول، انت هترجع من ماتش التوقف الدولي على ماتشين بس. على ماتشين بس، انت مريح جوله وهتلعب 3 جولات، انت مريح جوله، هتريح عنه جولة هتريح بعد جوله التوقف على طول، ما بعد تقولش كده التوقف على طول. يا دنيا، حتى مش هتستفيد حتى من اه ترتاح شوية ولا بتاع. لا، انت هتوقف بعد التوقف على طول، وبعد عندك ماتشين، اه وبعد كده هتوقف بقى طويل. توقف هيبقى عندك ممكن ماتش في الكونفدراليه حاجه زي كده، وبعدين هتخش في توقف طويل يعني. كده كان نفسي موضوع التوقف ده يكون متزامن مع مباراة في الكونفدرالية، بحيث انت تريح يعني شوية بدل ما تضغطش الضغط ما اللي انت عندك مباراه في الماتشات. مباراتين ضد دي هيبقى عندك في النص، انت بس هتلعب. انت التوقف بتاعك هيكون على طول، مش يعني بعد التوقف ده على طول بتقول على كلامك. ما انت بعد التوقف الدولي عندك ماتشين بس في الدوري وماتشين دي ما انا فاهم كويس، بس تمام. ماشي يعني وبعد كده هتخش في توقف طويل ماشي يعني بتاع كاس هو في النهاية اعتقد يعني فاهم. لا كاس العرب أظن. كاس كاس العرب العرب لا ده كاس العرب ده المنتخب التاني، بس في كده توقف برضه في توقف ولا طويل في 11. يعني احنا هي دي خلاص عايز كان وما اعتقد ان الجماهير ايه مفيش مزاج ان انت تقعد تراجع معلومات حتى لو معلومه غلط، يعني تتحرق كل حاجه، حتى لو معلومه غلط. يوم سيء يوم للسيم من كل تفاصيله. الواحد يعني ايه في ايام اللي بيلعب فيها كرة القدم بكل رحابة صدر يعني. اللي هو ليه ما كناش بنحب العاب السيارات، عارف؟ يا عم ليه ما كناش نحب اي حاجه يا عم، نحب السينما والمسرح ونروح لساقية الصوت كده ونقعد ندور كوره. المشكله انا بحب السينما برضه، بحب السينما، بحب تتفرج على افلام زي ايوه اتفرج خلص روح تعمل محتوى سينما بعد كده. لا بس خلص انا زي مهدي، انا زي مهدي كشكول، مهدي كوره ايوه والسينما وكوره عالميه والسينما كل. بتاع حلو. انا كنت قاعد في حالي بالكره الاوروبيه وبتاع مبسوط وخلاص. يا عم انت بتشجع فريق الزمالك، ارحم لك خليه ساكت بقى، ده الزمالك انضف نادي انت بتشجعه. على رايك صح. لا بس يعني انا مقتنع بقى، ما هو انا قصدي بشجع فالنسيا وانا مش بلعب على البطيبه يعني بس فاهم قصدي، فخلاص عارف طموحاتي مع فالنسيا لحد فين. بالمناسبه ماتشهم كان هيتلعب النهارده متاجل لبكره، العبه واتفرج عليه على رواق. عارف العلقه كنت ما انا خدت العلقه المره اللي فاتت، فلعب جون في دي جون في الدقيقه 86 قدام الجونه، وقعدت اقول لها قمت جبت فالنسيا لقيت جون في الدقيقه 96. لو كنت طب ليه العلقه تاجل. هو فالنسيا هيلاعب مين؟ لا لعبوا بيد على ارضنا لا خلاص كده مصيبه والله لو نجيت نجوت خد نجوت عارف انت. انا كان لسه ماتش تقيل كده عشان فساد يعني. كم مره. لا اقول لك افتكرت بتاع العلقه، كنا بنلعب المحله، كنا في الاستاد، فاحنا زمان كان كويس يعني، فجمهورنا بدأت بطبيعته بقى كان زمان شتايم قشطه يعني، ففي شويه شتايم كده، فراح جمهور المحله قال لك العلقه بره يعني، فاهم؟ هيطلعوا يضربونا بره يعني. فجمهور الزمالك قال لك العلقه جوه اللي في الملعب ده هو العلقه يعني. فمن اكتر الهدافات اللي انا ضحكت يوميها على ذكاء الجمهور وخفه دمه وقتها، قال لك العلقه جوه يعني، مش هنستنى لما نطلع هم بيقولوا لنا العلقه بره هيضربونا بره يعني. ايوه فاهم. فقال لك العلقه جوه. طب ما نقعد نتكلم على السينما بس، تيجي نكمل الحلقه على السينما ولا لا في الحلقه انا شايف ان كده كويس قوي، ويخرب بيت الكوره ويخرب بيت سننا. معيش كوره زي يخرب بيت الكوره على خرب بيت سننا. ما اعرفش ازاي احنا خلصنا بضحكه، بس ساعات الكوميديا السوداء بتفرط، وخليفه لابسنا اسود يعني ما شاء الله عليه، والديكور الاسود اللي مش عاجبكم الاحساس اقول لك على حاجه، طبعا زعلانين ومهورين، بس في احساس كده ساعات اما بتلعب كويس يعني بيبقى جواك غضب كده يعني، وليه عن التينه ومش عارف ايه. انت كان جالك احساس جوه الماتش كده انت مش عايش حاجه يعني، وصل لك الاحساس احنا مش عايش حاجه. من نادر ان انت تطلع تقول خلاص يعني هم يستاهلوا وبتاع دي حقيقه، دي حقيقه يعني. وساعات دايما بيبقى الشيطان كده يقول لك هو كتير ما كانش يستاهل برضه، ما كانش وكان بيكسبك عادي، بس بحس ان احنا من شروط فوزنا على الاقل شروط فوزنا لازم تكون كويس يعني، لازم تثبت للكون ان انت تستحق، فخد الماتش. بالظبط. الزمالك لو عايز تفوز لازم تبقى جامد قوي عشان تفوز، ما فيش يعني مش هتبتسم لك. اول كان زي ما قلنا احنا ابتسمت لنا في تفاصيل النهارده، بس ما كناش جديرين بيها على ما يبدو، وخاصه المدرب يعني اللي خان ثقتنا فيه لحد كبير. عندك حاجه تانية؟ هو بيني وبينك مفيش مدرب برضه ب 20000 دولار، مفيش ايه؟ مدرب بطقم 100000 دولار دي. عارف في انا مش مصدق الخبر يعني، ممكن ارجع تشكك في عادي ب 20000 دولار وكويس. مش عارف بقى ما ياخد كويس، ما هو في ب 20 هو وفي صراحه ب 10 هو عادي. صدقا يا جماعه صدقا النهارده انت فعلا بعد ما يعني بعد ما الماتش بدا، هشوف انا عشان كده بقول ده، بعد ما الماتش بدا انت لو فيرير راح الحمام ورجع في دقيقه 90 ما كانش هيحصل فرق كبير. والله عادي.
بالعكس احنا لو عبد الله طقم العيال الطويله اللي ما بتعرفش تلعب كوره دي في اخر الماتش. لو قلنا لعبد الله دورها انت كان ممكن دورها والله. صح يعني، لكن احنا طقم فجاه ما بلاقي نفسي اللي بلعب عمرو ناصر واحمد شريف وناصر منسي ومش عارف مين كله، ويلعب الطويله يا معلم، ويا ريتك حتى عارف تكسب الكره الثانيه انت وراهم عبد الله السعيد وعبد الحميد معالي. ايه ده؟ صعب قوي، تقيله قوي 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 قوي. وفي الاخر طلعت حتى ادم كان قصدي طلعت بنتايج ونزلت في التوقيت. يا عم سيب بيسيبهم الاثنين يفتحوا جبهه يا عم. مصيبه سوء يعني. حتى اشتغل بالعرضيات، لا ده انا هلعبها طويله، بس هلعبها الكرات طويله، ما مش حد نفسي نفس ان انا العب انت عارف كره عرضيه. دي حته مستفزه. هو مغير قبل البنالتي ما يخش، تمام؟ طيب افرض البنالتي ضاع، هل دي كانت تبقى تغييرات مناسبه للنتيجه 1-1؟ ان انت تبدا بعمرو ناصر ما انا هنزل حاجه بكسب. لا يعني اه يعني رصيد حربه يا بيه وانا عارف اوصل يعني معلش يا بيه، رصيد حربه دي انا خلاص كثفت وحطيت الفرقه اللي قدامي في الصندوق والكره رايحه جايه وعايز ايه، فاهم؟ كثافه هجوميه ان واحد يلزقها. رصيد حربه ايه اللي انت بتنهي لي بيه الماتش؟ يعني انت فاهم، وانا اصلا مش واصل. يعني على الاقل يا بيه حل لي معضله خط النص اللي انا عايز اسيطر عليه ده، نجعني في الاعداد عشان انا افكر في الكليه اللي عايز اخشها في ثانوي. انما راسين حرب ايه اللي انت بتفكر فيهم طيب عايز اقول لك حاجه اخيره قبل ما نقفل. خلينا كده نقول السؤال ده ويا ريت تشاركونا في الموضوع. الزمالك لو دخل ميركاتو ومعاه فلوس، يعني يفترض انه معاه فلوس في ميركاتو يناير، ايه اكتر مراكز احنا محتاجينها؟ اجاوب ولا ده سؤال الجماهير بس؟ لا عادي نجاوب برضه. محتاجين مهاجم مع عدي، طبعا قبل المهاجم، طيب بقى قبل المهاجم يمشي، هو مش هيمشي شكله، هيفضل مثبت فيه. قبل المهاجم محتاجين وينج شمال مميز جدا جدا، ويكون بيعرف يلعب يمين برضه عشان لو احتاجته، اللي عارف اللي اللي بتلعب الناحيتين دي. محتاجين وينج قوي، وينج قوي قوي قوي. ولو معاك فلوس كمان محتاج مركز بقى 8 10 بيكون بيعرف يجيب اجوان. فكرتني بحاجه، هو احمد ربيع ما دخلش تاني القايمه ليه يا اخوان؟ هيقول لك بقى اصل راجع من الاصابه وبنجهزه. والاصابه اللعيبه عندنا يا عم ما بترجعش، ولما بترجع نسيبها في التدريبات بس. ايه ده؟ كفايه كفايه، انا عارف ان انتوا كفايه واحنا كلنا اكتفينا واستوينا يعني الماتش ده. يلا سيبكم على خير، سلام.